جبنا لكم في الفيديو هذا الأسعار الجديدة لعلامة أفيات واللي كشفت عليها منذ قليل، وكنا نشرنا معكم فيديو فيما يخص هذا الموضوع والتخفيضات الجمركية اللي استفادت منها هذه العلامة، لأنها علامة تابعة لدول الاتحاد الأوروبي. وكما قلنا كل المنتجات اللي راح تدخل للجزائر ولا البضائع اللي تنتج في دول الاتحاد الأوروبي وتدخل للجزائر راح تستفيد من تخفيضات في الرسوم الجمركية. وبالنسبة لسيارات علامة فيات، عندنا سيارة فيات 500 إبريد التي كانت تسوق ب 263 مليون و500، داروا لها 238 مليون. وبالنسبة لسيارة فيات 500 إكس واللي كانت ب 379 مليون ولات ب 343 مليون و500. بالنسبة لسيارة فيات دوبلو كانت ب 325 مليون و900 ولات ب 317 مليون و800. بالنسبة لسيارة سكودو كانت ب 397 مليون ولات ب 382 مليون و500. بالنسبة لسيارة ديكاتو كانت ب 412 مليون ولات ب 400 مليون و1900. بالنسبة لسيارة فيات تيبو ما دارولهاش تخفيضات، لأنه السيارة فيات تيبو راهي تنتج أو تصنع في الترك. كما نعرفوا الترك مش تابعة للاتحاد الأوروبي، لهذا ما مستهاش التخفيضات على الرسوم الجمركية. ولما يدخلوا الفيات تيبو اللي مصنعة في دول الاتحاد الأوروبي بطبيعة الحال راح تمسها إن شاء الله. وكانوا هذو هما الأسعار الجديدة بالنسبة لعلامة فيات والموديلات اللي راهي تسوق هنا في الجزائر. وكما قلنا في الفيديو السابق، مام الناس اللي مدايره طلبيات من قبل على هذه السيارات راح يستفادوا من هذه التخفيضات، الا سيارة فيات تيبو كما قلنا راهي تصنع في الترك، يعني ما تقيسهاش التخفيضات. كان هذا هو فيديو اليوم. ما تنساوش دعمنا الفيديو هذا باللايك باش يساعد في النشر نتاعو. دعمونا قناة هذه بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس يصلكم كل ما هو جديد. شكرا على المشاهدة. السلام.